السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. الاغلبيه دوز الفرد الاول كان بحال شي جهوي صغيور اللي دوزتيه في المواد اللي عندك في الجهوي. الحمد لله الناس اللي كانوا معايا في العرض وبداو معايا جابوا نقاط زوينه الحمد لله، وهادشي مفرحنا حنا كعائله. ومازال ان شاء الله من هنا لقدام غنشارك معكم ما تيسر من PDF، حصص، لايفات، جميع الامور اللي غتحتاجوها في الفرد الثاني ان شاء الله اللي نتوما مقبلين عليه. البارح سولني واحد الاخ كيفاش غيتحط الامتحان ديال الاجتماعيات الفرد الثاني، كيفاش غادي يتحط. فاليوم ندويو على كيفاش غيتحط الفرد الثاني. وقبل ما نجاوبكم نبغي نقول لكم العرض باقي مفتوح، اللي بغى يلتحق معنا مرحبا به. بون الاخوان، هذا هو العرض ديال الجهوي. كندخلك لواحد الدرايف اللي فيه المواد بربعه: العربيه وفرنسي واجتماعيات وتربيه اسلاميه. اللي غتستافد من هذا العرض هو انك غادي تستوعب الدروس ديال المواد بربعه في واحد الوقت اللي قصير، وهذا الشرح كيكون في فيديوهات ودي PDF، وتيكونوا حتى المنهجيات ديال الاجابه، الطريقه على الاسئله المحتمله اللي كاينه دائما في الجهوي، كيفاش تقدر تجاوب بطريقه صحيحه، واللايفات اللي غادي تستافد فيهم من الاعاده ديال المراجعه كذلك، والتوجيه، وبزاف ديال الامور من بينهم حتى الدعم الا كانت شي حاجه هكا اللي محتاجها نتايا. اللي حبيت تسجل معنا يكونتاكتيني على هذا الواتساب، وانا غادي نقول لك جميع الامور باش تدخل معنا. دونك بالنسبه للفرد ديال الاجتماعيات، سواء غيتحط لك الوثائق في التاريخ او في الجغرافيا. الا تحط لك الوثائق في التاريخ، السؤال الاول يا يكون الاطار ولا السياق التاريخي. السؤال الثاني غالبا كيكون على المفاهيم، يعني حفاظه مصطلحات. السؤال الثالث الاستخراج من الوثائق، ولكن خصك تعرف كيفاش تجاوب بطريقه صحيحه وكيفاش تستخرج من الوثائق، وكنفضل انكم ديروا عوارض. السؤال الرابع ركب الفكرة الأساس، سهل يعني ما فيه شي صعوبة، حتى هو نقطة مجانية. السؤال الخامس غالبا تتحط فيه اكتب فقرة، وهذا كيحتاج الحفظ. بالنسبة للمقالة المقدمة وريتها لكم من قبل كيفاش ديروا ليها العرض، حفاظة أو فهامة. الخاتمة حتى هي كتبقى يعني كتلخص داكشي اللي قلتي، وكتخلي واحد السؤال مفتوح، أو لا كتخلي واحد الجملة مفتوحة لموضوع آخر. بالنسبة للجغرافيا، إلا تحطت الجغرافيا في الوثائق غالبا السؤال الأول كيكون أرسم مبيان. وهاد المبيانات راكم عارفين الإخوان، المبيانات فيهم المبيان بالأعمدة، المبيان بالمنحنى، المبيان بالقطاعي، يعني المبيان دائرة ونصف دائرة. ما يمشيوش لكم فيهم نقاط حيت اشرح عليهم 3 النقاط. كيكون السؤال اللي مورا المبيان سوا صف او فسر او عمم. السؤال الثالث الاستخراج من الوثائق غالبا. السؤال الرابع الفكرة الاساس. السؤال الخامس اكتب فقرة حفاظة. عندكم تقريبا بزاف ديال النقاط اللي ممكن تاخدوها غير من الفهم ديالكم الفرض الوثائق اللي عطاوكم، كتاخدوا منهم تقريبا هكا من 6 حتى 8 النقاط فابور. بالنسبة للمقالة كتبقى نفسها نفس يعني بحال في الجغرافيا، غير الحاجة الوحيدة اللي مبدلة هي الدروس المعطيات. التاريخ عنده علاقة بالتاريخ، الجغرافيا عندها علاقة بالمكان والموضوع، أما التاريخ عنده علاقة بالمكان والزمن والموضوع، إن كتقرأ مادة التاريخ. دونك هاد الفرد ديال الاجتماعيات، هاد الأسئلة اللي كيتحطوا فيه وهاد الأسئلة اللي غادي تلقى، يعني هذه هي الطريقه. وبطبيعه الحال غيخصك تخدم حتى نماذج ديال الفروض اللي غادي يعاونوك، يعني نماذج فروض ثانيه بالدروس اللي دوزتي لحدود الساعه. شنو الدروس اللي غادي يكونوا عندك؟ دوك اللي دوزتيهم في الفرد الاول نساهم، خليهم تتريكوبيريهم. دابا ركز على الفرد الثاني اللي غادي تدوز فيه الدروس اللي انت كدير دابا، وشوف يعني فين حبستي ولا قداش حبستي. دوك الدروس في القسم عليهم غادي تبازا باش تخدم نماذج الفروض، وخدم مقالات. دي معك افكار، خدم فروض. وانا راه كنبارطاجي معكم فروض في هذه القناه. واحد القضيه مهمه هي الناس ديال العضويه اللي مشتركين في العضويه ديال هذه القناه هذه، غادي نبارطاجي معكم حصص ديال العرض فيهم تصحيح ديال الفروض. دونك شكرا لجميع الاخوه اللي اصلا يعني ندخلوا العضويه القناه كي موتيفيو هذا الكونتوني هذا. دونك هادشي اللي كنت باغي نقول. وما تنساش تقول لنا كيفاش دوزتي الفرد الاول في هذه الماده الاجتماعيات، كيفاش دوزتيها في القسم، كيفاش دوزتي الفرد الاول. وما تنساوش لايك واشتراك الاخوان. تحياتي لكم، الى اللقاء.